السلام عليكم متتبعين قناة وصفات لطيفة، مرحبا بكم. اليوم معايا فيديو جديد ان شاء الله. غادي ندوزو معكم لطريقة تجفيف العنب. بسم الله. هنا في البانيو درنا الملحة، وهنا الماء ديال هذاك الرماد حتى كيتصفى كيتسمى الليان. هذا الماء ديال الرماد اللي كيتصفى، وهذا الليان تسوى الزيت ما ياخذش الزيت المائدة كيرجع بيض. هذه الطريقه ديال باش كيخرجوا الزبيب، كيقولوا كيخرجوا الزبيب في تغزوت. شحال هذه قديم، الطريقه قديمه. علاش كيديروا الليان وكلشي؟ هذا سميتو كيعطيلو اللون وكيصبر، يبقى ديما ما يمشي ما يجي، ما كيتشوش. هذا البرقوق، هذا برقوق متخديره. دابا هاد العنب كله غتغطسو في هاد كيقولوا له الليان هنايا في تغزوت. غادي تعمرو كله. وهذه هي التقاليد ديال هنا ديال تغزوت. فاش كان العنب كيجي كتير كانوا كيخرجوه بحال هكا، كيقولوا كنخرجوه. كتبع دبان، ما كيتبع حتى شي حاجه. هادشي علاش دابا ملي كيحطوه في السطح وكلشي كيبقى نقي. الدبان وكلشي ما تيلصقش فيه مع الزيت، مع الملحه. مع الزيت والملحه ما كتخليش الدبان يلصق عليه. وهذا الزبيب صحي، كياكلوا الناس هكا، كيكون صحي. الزبيب البلدي. دابا غادي نطلعوا للسطح باش نديروا الشمس يبس. الشمس حاره. واحد شويه ديال الكرموس كتيبس هنايا. هنا واحد شويه ديال الزبيب هنا، ما دارت ليهش الليان والزيت، ما طلعش زوين، ما طلعش مزيان. ها نتوما كتشوف. هادشي علاش هنايا كيديروا هذاك الزيت والملحه والليان ديال الرماد. كيبقى كيولي يابس، غير يابس صافي. هذاك لا، هذاك غيبس غيبقى فتي. هذا كيبري. الجيل حتى واحد ما كيعرف هذا الشيء. والو، انا تبثت على الوالدين ديالي. ما نقرب خصني ماشي ولا كاين شي حاجه تبان شويه. ماشي مشكل، ماشي مشكل. غادي ما يقرب عليه لا دبان ولا داك برزان لا حتى شي حاجه. غيبقى نقي مع راسو. حيت هذا الزيت والملحه ما كتخليش الدبان ولا الحشرات يقربوا ليه. كيعرف حتى واحد هذا الشيء. هذا نتوما كتعرفوا الحلاوي، انا كنعرف ندير غير هذا الشيء. شي تقليدي.
كنت كنعرف دابا شو ما المنظر بقيتش. كي داير فيها زوين. هانت ولكن البلاد ما بقاتش كتجيب حتى حاجه غير الزلط. وصافي غيبقى هكا حتى يبس، ديك الساعات نوريو لكم الشكل النهائي. الزبيب من بعد يومين ديال الشميسه، من بعد يومين ديال الشمس ولا بحال هكا. نتسناوه دابا حتى يبس مزيان. شفتو فيه حتى شي حشره، ما فيه حتى شي حاجه. داك الزيت وداك الليان ديال الرماد وكلشي ما كيخليه يلصق فيه حتى شي حاجه، وكيبقى رطب، تيبس ويبقى رطب. الزبيب اللي درنا معكم هو يبس. دابا غنحيدو ليه، نقيوه من عند العواد بحال هكا، وصافي غادي نجمعوه. حيدوا لي هاد العواد هادو. شتو خايبس ولكن معلك. وصافي غادي نجمعوه حتى نرجعو معكم في نهاية الفيديو. دابا الزبيب بعد ما نقيتو باقي واحد شويه لهيه يجي على هكا. هذا الزبيب البلدي. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. الى الفيديو القادم ان شاء الله. بسلام عليكم.